اكبر عمليه سرقه في التاريخ بقيمه 6 تريليون دولار. السرقه دي انت شارك فيها ومخلي الحرامي في بيتك من غير ما تعرف عنه اي حاجه. تخيل لو قلت لك ان نجاح ابل ومايكروسوفت ما كانش هيبقى بالحجم ده من غير شركه واحده بس، هما الاثنين سرقوا منها وبنوا عليها نجاحهم وثروتهم. والشركه دي برضو كانت هي سر العداوه المستمره لسنين طويله بين بيل جيتس وستيف جوبز رغم صداقتهم وتعاونهم في بداياتهم. لكن في النهايه وصلت ان هما يشتموا في بعض على الملأ، لدرجه ان ستيف قال على بيل جيتس انه حرامي وغبي، وبيل جيتس قال على ستيف جوبز انه بتاع مخدرات. لكن عشان تعرف اللي حصل لازم ترجع للبدايه، وبالتحديد عند زيروكس. يا ترى ايه دور زيروكس في العداوه الكبيره دي؟ وهل فعلا اختراعهم كان مستاهل العداوه دي كلها؟ وازاي انت شريك في السرقه دي؟ كوبايه القهوه بتاعتك والورقه والقلم، وخليني احكي لك ازاي بدا نجاح ابل ومايكروسوفت وازاي هم عملوا اعظم سرقه في التاريخ. بس ما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك في القناه. انا احمد طه وانت بتسمع الخلاصه. اهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقه جديده من الخلاصه. في اواخر الستينيات لما كان ستيف جوبز وبيل جيتس لسه في الثانويه، كانت زيروكس واحده من اكبر الشركات العملاقه في مجال تصنيع الات النسخ والطباعه، وكانت من اكتر الشركات احتكارا للسوق بنسبه 85%، ومبيعات توصل لنص مليار دولار سنويا. واللي كان مساعدهم على كده هي حقوق الملكيه الفكريه. لكن البراءات دي كانت على وشك انها تنتهي، ودي كانت الفرصه الذهبيه اللي الشركات التانية مستنياها عشان تنهي احتكار زيروكس وتعمل منتجات تنافس جودة زيروكس وبأسعار أقل منها كمان زي شركة كانون. وعشان تواجه التحدي ده راحت زيروكس الكبير علمائها جاك جولدمان واديته شيك على بياض عشان يقدر يطور أي تقنية جديدة تخلي زيروكس تفضل في المقدمة. وفي سنة 1970 عمل زيروكس مركز أبحاث بالو ألتو المعروف ببارك، وجمع فيه أذكى الناس في مجال الكمبيوتر، وبدأ يطور تقنيات جديدة واللي أهمها الواجهة الرسومية GUI أو الجرافيكال يوزر انترفيس، واللي كانت سابقة لعصرها وتعتبر الأساس لأي حاجة أنت بتتعامل معاها النهاردة. لكن المشكلة إن زيروكس ما كانتش مهتمة بأي مشاريع شغال عليها مركز بارك، لأنهم ما شافوش أهمية للتركيز على أي حاجة غير آلات النسخ الناجحة. لكن الباحثين في المركز ما استسلموش وكانوا عارفين إن المستقبل لأجهزة الكمبيوتر، وقرروا التركيز على منتج واحد بس وهو زيروكس ألتو. وكان أول كمبيوتر سابق لعصره فيه لوحة مفاتيح وماوس زي اللي لسه بنستخدمها دلوقتي. واجهة المستخدم كانت شبه الديسكتوب مع رموز صغيرة ممكن تحركها بالماوس بدل من الشاشة السوداء اللي كانت بتتكتب عليها الأوامر. وكانت دي أول واجهة رسومية في العالم من ابتكار عالم الكمبيوتر ألين كي. لكن بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها واللي وصلت ل 40,000 دولار للنسخة الواحدة، أنتجت الشركة 2000 نسخة بس وما اهتمتش حتى إنها تسوقها. وفي الوقت ده كان لسه ستيف جوبز بيبدأ شركته، وأول منتجاته كان كمبيوتر ليزا واللي اتكلمنا عنه في حلقة سابقة بعنوان أسوأ اختراعات أبل، ممكن ترجع تشوفها لو عايز تعرف تفاصيل أكتر. وكان بيسمع عن التقنيات اللي بيعملها مركز أبحاث بارك، وكتير نصحوه إنه يروح ولكنه كان رافض، إلا إنه في أواخر سنة 1979 قرر يروح يشوف إيه آخر التقنيات اللي وصلوا لها. وأول ما عرضوا له الواجهة الرسومية انبهر بيها جدا، لدرجة إنه قال بعد كده عن الزيارة دي إنه كان أفضل شيء شافه في حياته على الإطلاق. وفي ظرف 10 دقايق كان متأكد إن التقنية دي هتبقى الأساس اللي هتشتغل بيه كل الكمبيوترز في المستقبل. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I had ever seen in my life. Now, انه اتفق مع زيروكس انه يديهم نسبه من اسهم شركه ابل في مقابل انه يجيب المهندسين بتوعه للمركز عشان يتدربوا ويعرفوا كل التفاصيل عن المشروع ده. لكن في نفس الوقت كانت مايكروسوفت بتطور برامج عشان تستخدمها ابل في اصدار الماكنتوش الجديد. وزي ابل عرفت مايكروسوفت كتير من ابتكارات مركز بارك وخصوصا زيروكس ألتو. ولما عرف جوبز عمل اتفاق مع بيل جيتس كجزء من صفقة تعاونهم سنة 1980، واللي كانت فيها مايكروسوفت بتساعد في تصميم برمجيات بيستخدمها جهاز الماكنتوش الخاص بابل. في المقابل ابل بتصنع الهاردوير او الجهاز اللي بيتحط عليها البرامج دي. الصفقه كانت بتنص على ان مايكروسوفت ما تعلنش عن اي نظام تشغيل خاص بالكمبيوتر الا بعد ما ابل تنزل الماكنتوش سنه 1982. واتفق بيل جيتس انه هينزل التقنيه بتاعته بعدها بسنه في 1983. لكن اللي كان ستيف جوبز مش عامل حسابه هو احتماليه حصول تاخير في المشروع، وده اللي حصل فعلا، وتم تاخير اصدار الماك لسنه 1984. لكن مايكروسوفت التزمت بجانبها من الاتفاق واستغلت الثغره دي، وكشفت في نوفمبر 1983 عن اعلان ضخم لاول مره في التاريخ: اول يوزر انترفيس
او واجهه رسوميه والمعروفه حاليا بالويندوز، ومعاها اول مايكروسوفت وورد في التاريخ. وده خلى ستيف جوبز طبعا يتجنن وقرر يرفع دعوى قضائيه ضد مايكروسوفت في 1988. لكن بعدها ب4 سنين انتهت القضيه لصالح مايكروسوفت وبرأتهم المحاكم من اي مخالفات. ولما واجه ستيف جوبز بيل جيتس واتهمه بالسرقه، ردوا عليه وقال له جملته الشهيره: اعتقد ان الامر اشبه بالتالي، انا وانت لدينا جار ثري يدعى زيروكس، وبعد ان اقتحمت انا بيته لسرقه جهاز التلفزيون الخاص به اكتشفت انك قد سرقته بالفعل. Well, Steve Jobs, I think it's more like we both had this rich neighbor named Xerox, and I broke into his house to steal the TV set and found out that you had already stolen it. طبعا لما نزلت ابل الماكنتوش ما حققش الارباح المتوقعه، وده زود غضب ستيف جوبز اكتر، وفضلت الشركه تخسر لحد ما في 1985 قرروا يفصلوا ستيف جوبز من ابل، وبدات التصريحات بين الاثنين تزيد لدرجه ان جوبز قال: لقد سرقونا بشكل كامل. بيل جيتس لا يخجل، وقال جوبز في مذكراته الاخيره عن بيل جيتس انه ما عندوش اساسا مخيله وما ابتكرش اي شيء ابدا، فهو ما كانش بيعمل حاجه غير سرقه افكار الاخرين بطريقه واقعه. اما بيل جيتس كان شايف جوبز ما يعرفش كتير عن التكنولوجيا، لكنه عنده غريزه مذهله لتحديد المنتجات اللي ممكن تنجح. وبالرغم من الخلافات دي الا ان ابل رجعت تتعاون تاني مع مايكروسوفت، وخصوصا انها كانت بتعاني من ازمه طاحنه بعد خروج جوبز من الشركه ورجوعه تاني ليها لمحاولة إنقاذها من الإفلاس في 1996. إلا إن الغريب هو موافقة مايكروسوفت على إنقاذ منافستها في الوقت اللي كانت حرفيا على وشك الانهيار. طبعا قرار بيل جيتس ما كانش عشان طيبة قلبه، الموضوع كان مجرد مصلحة وبزنس. فمن ناحية فرص الاستفادة من بقاء أبل هتبقى اكبر بكتير من انهيارها، ومن ناحيه تانية كانت مايكروسوفت بتواجه في الفتره دي تحقيقات خاصه بالاحتكار من وزاره العدل الامريكيه، وبالتالي في مساعده المنافسين زي ابل دعمت موقف الشركه عشان تنهي التحقيقات بتسويه وعقوبات بسيطه. والسؤال هنا ليك: هل انت شايف ان اللي عملوه ده يعتبر سرقه فعلا ولا لا؟ مع العلم ان مركز ابحاث بارك عرضوا زيروكس التو على اكتر من 2000 شخص في سنه 1975 بس. يهمني اعرف رايك في التعليقات، ولو عجبتك الحلقه وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناه واستنانا الحلقه الجايه باذن الله. انا احمد طه، اشوفكم بخير.